الامهات تعمل ايه مع اولادها اللي بيتحركوا كتير قوي؟ والله انا ما بشوفهاش مشكله، انا مشكله عندي الولد اللي ما بيتحركش، ده اللي هخاف منه. الولد اللي بيتحرك عنده طاقه، الطاقه دي احنا ننميها، نستغلها، نشوف نستخدمها في ايه. الولد ده عايز يلعب لعبه فيها حركه كتير، يكون العاب قوه، التايكوندو، يلعب خماسي، يلعب الالعاب اللي فيها حركه كتير، ده هيجيب قوي ويبقى شاطر جدا. وغير كده بيبقى فرط الحركه بيبقى اذكياء جدا، فاحنا لازم ننمي ده ونستغل ده. فرط الحركه ما يقدرش يقعد على الحاجه كتير، فاحنا نديله وقت صغير. دلوقتي احنا هنعمل الحاجه بدل ما نقعد ساعتين، لا احنا نقسم ايه، نص ساعه راحه، نص ساعه راحه، ما نقعدش ساعتين. هو مش هيقعد ساعتين متواصل، مش هيقدر مش اصلا. هيقدر يقعد ساعتين. تاني حاجه برضو قول له مثلا احنا نعمل كذا كذا انا بحترم فيك انك هتلعب، انا معاك، انا حاسه بيك انك هتلعب، بس بعد اذنك ممكن نخلص دول وما يجراش حاجه لو ذاكر وهو بيتحرك. ايه المشكله؟ يمسك الكتاب رايح جاي بيه. نجيب بورد للولاد يحطوها ويذاكروا عن طريق بورد وعن طريق برزنتيشن، يقعد يشرح لحد حواليه ويتحرك ويروح ويجي. هو نوظف اللي عنده، يعني هو عنده فرط حركه نوظفها ازاي. تاني حاجه بنمرنهم على فكره برضو الامتحان. مشكله الامتحان ان هو ما بيقدرش يقعد فتره الامتحان كلها قاعد، بنمرنهم، بنعمل لهم لياقه بدنيه زي لياقه المدنيه بتوع يعني لعيبه الكوره كده. بناخد وقت قصير بعدين بنطوله ايوه شويه، بالظبط بعدين كده، بنطوله شويه. ايوه بس واحده أوكي. واحده. نمسك بقى ان هو يقعد على مكان ويمسك ورقه شويه شويه، نص ساعه، ساعه الا ربع، بعد كده ساعه. نشوفه وقت الامتحان ايه، تبقى عن طريق وقت 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 لحد ما نأهله انه يقدر يقعد فتره كويسه. تاني حاجه نعلم اولادنا ان هم يوظفوا الطاقه اللي عندهم. بمعنى انا عندي طاقه 100%، نفهم ابننا انت داخل دلوقتي درس، يبقى انت الطاقه بتاعتك جمعها كلها في مخك عشان انت داخل تفهم درس يتشرح لك. طيب انا دلوقتي رايح العب، يبقى الطاقه بتاعتك دي تتوزع، يبقى 70% طاقه في الجسم و30% عشان افهم المدرب او انا العب اللعبه صح. توظيف الطاقه. يعني انا لو ابني بيعاني من فرط حركه انا اقدر اوظف ده بشكل يبقى مفيد ليه مش مضر ليه. استغله الفكره بس ان انا كأم افهم اعمل ده ازاي. بالظبط كده، مظبوط. بالظبط كده.